السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل حاجه حلويات كده. طبعا مش كل ما هنجيب سمك هنقلي ونشوي بقى والكلام ده، لا احنا هنغير النهارده خالص بقى. النهارده هنعمل سمك زيت وليمون. هنا انا جبت بولتي، طبعا نضفته ونقعته وظبطته. بعد ما نضفته هاجي زي ما انتم شايفين كده هفتح فيه فتحات. آه وبعد ما افتح الفتحات دي طبعا ده توم وفلفل اخضر، حط عليه معلقه كمون ومعلقه كركم وحبه ملح بس فقط كمون وكركم وحبه ملح فقط لا غير. تمام. بعد كده نزلت عليه بحبه ليمون، ونزلت عليه بحبه خل. وهبتدي ان انا اتوم السمك بتاعي كده من بره ومن جوه كويس قوي، وفي الفتحات ديت عشان السمك ياخد من طعم التتبيله. تمام. وبعد كده عندي بطاطسايه مقطعه، بطاطسايتين يعني مقطعاهم شرايح، ولا هي رفيعه ولا خفيفه، يعني حلوه كده. وعليها بصلايه وفلفل حراق او عادي زي ما انتوا عايزين يعني. المهم حطيته في الصينيه كده، واحط عليه ملح وفلفل وحبه كمون. تمام. بس وهنا بقى عندي بصل وكزبره وطماطم وفلفل اخضر. المهم ده انا كل ده مقطعاه. هحط عليه معلقه من التوم اللي احنا كنا عاملين بيه السمك، متومين بيه السمك. وهبتدي ان انا اعجن يعني اخلط المكونات دي كويس كده، عشان عايزه احشي بيها السمك. هنا بعد كده هجيب صينيه السمك بتاعتي وهبتدي احشي السمك من جوه كده كويس. الخلطه دي بتبقى تحفه يا جماعه والله، يعني بتخلي طعم السمك جميل قوي. المهم يعني بعد كده بعد ما حشيت السمك اتفضل حبه، قمت شايله السمك منزلاهم على البطاطس والبصل وكده، برضه هيدولها طعم حلو. المهم رجعت رصيت السمك بتاعي زي ما انتم شايفين كده تاني. وبعد كده هعمل ايه بقى؟ عندي معلقه الثوم اللي فضلت، هحط عليها معلقتين ليمون. تمام. ومعلقتين زيت كبار. المهم وهقلبهم كويس قوي. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. وعايزين تفاعل على القناه شويه بقى. المهم هنا بعد ما قلبتهم كويس كده هبتدي ان انا ادهن بيهم السمك بتاعي كويس قوي كده. عايزاه ادهنه كويس قوي عشان هو ده اللي هيحمر لي السمك كويس يعني. تمام. وهبتدي ان انا اقلب الجنب التاني كده، وبرضو هدهن السمك كويس كده. وبعد ما ادهن السمك كويس هقوم نازله بباقي الخلطه ديت على باقي على البطاطس والخلطه اللي انا عاملاها يعني. المهم وهدخل صينيه السمك دي في الفرن من ساعه الا ربع لساعه يعني. تمام. بعد كده هنا كانت طلعت خلاص زي ما انتوا شايفين كده، بجد كان طعمها تحفه. وبصوا لونها عامل ازاي، كانت خطيره يعني. انصحكم تجربوها والله العظيم يعني جامده. المهم بقى هنا بعد ما الصينيه طلعت، هنا شايفين السمك مستوي ازاي وجميل، واللون اللي اخده يعني لون جميل قوي. انصحكم تجربوها. شايفين البطاطس عامله ازاي، بجد والله كان طعمها جميل قوي. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت لقناتي مطبخ نولي. سلام.